خير مطرية وثلجية كذلك. المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يتراوح تراكم الثلوج إلى غاية 3 من صباح السبت بين 10 و30 سنتيمترا بقمم مرتفعات إفران، بولمان، صفرو، قرسيف، تازة وميدلت. جولة هذا اليوم بإفران مع أسامة أفقر وحمزة الصالحي. تساقطات مطرية مهمة عرفتها مدينة إفران بلغت مقاييسها حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية 20 ملم. رغم تأخر تساقط الثلوج، المدينة حافظت على زوارها واستقبلتهم بطقس بارد جدا. أول مرة كنزور مدينة إفران، مدينة زوينة بزاف صراحة ما شاء الله، وعجباتني وكاينة شوية ديال البرودة، وكنظن إن شاء الله يكون شي ثلج من هنا الفوق. اللهم بارك، وغنبقى نزورها بزاف، وهاد المدينه زوينه بزاف، والصراحه مناظر خلابه والبلايص فيها زوينين والغابات ديالها ما شاء الله. اول مره كنزور مدينه إفران، صراحه عجبتني بزاف، كاين البروده ولكن الاجواء زوينه بلا قياس. أطر المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم إفران مستعدون للتدخل بشكل عاجل في حالة تساقط الثلوج من أجل ضمان حركة السير. بالنسبه لمصالح التجهيز في هذه النشره الانذاريه، استعدت انها استخرجت مجموعه من الاليات في المراكز، كانت في الديمومه، وكذلك كل شيء درنا في الاستعداد باش انه ان شاء الله تحسبا اذا كانت الثلوج يعني المصالح والناس الشاحنات والاطر انهم يدخلوا. يذكر ان طول المقاطع الطرقيه المعرضه لتساقط الثلوج باقليم إفران يبلغ 500 كيلومتر، وتشمل الطرق الوطنية والجهوية ثم الإقليمية. من بين المناطق التي تشملها الثلوج إقليم قرسيف. نتابع هذا الريبورتاج من قرية تمجيلت بجماعة بركين نواحي قرسيف. طقس ممطر وأجواء باردة ما رفع من أسهم حطب التدفئة في هذه المناطق الجبلية. نتابع ريبورتاج عبد الحميد مرابط وعبد العالي عميراش. الزائر الأبيض يعود ليعانق الأعالي المحيطة بقرية تمجيلت نواحي إقليم قرسيف بعد طول انتظار، فالثلوج المتساقطة رسمت لوحة طبيعية ناصعة البياض تنبض رونقا وجمالا، والتفاؤل يعم قلوب الساكنة بعد نزول الغيث على الرغم من قساوة الطقس البارد. كاين شوية البرد، ولكن من جات هاد الشتا كاع والحمد لله راه غتنفع. الكسيبه مزيره، كاين الاخر خاصه الماكله، خاصه الحرت ما حرتناش. راه الا ما كاينش العواد راه كيغرفوا الناس غير بالصبر، والحمد لله كاع ملي كتروى الحمد لله اللهم لك الحمد، الله يغيثنا برحمته وصافي. حزمة الحطب هنا زاد أساسي لكل بيت، فهي لا تقل أهمية عن الطعام والشراب. السكان هنا بتمجيلت التي يفوق ارتفاعها 1500 متر عن سطح البحر يحرصون قبل قدوم ليالي الشتاء الباردة على توفير مخزون استراتيجي من هذه المادة الحيوية للتخفيف من وطأة البرد القارس وبث الدفء في أركان البيت. إلا وسمد وغمشي إلا وسمد واللي نتقديت وراقنا هذا نفغت نتناوي ما يسلات فوقتها غنتاوي شويه ما وليت فوقت لا نقيمه نسقط. يلا خطط هذا الشتيوه مع الجوج ديال الليل والحمد لله اللهم لك الحمد. ايوا حنا كنديروا العواد، كنجيبوا العواد كنسخنوا، الا ما كانش العواد راه ما غادي ما كاينش شاي. عودة اللون الأبيض لتصدر المشهد بهذه المرتفعات، وإن كان يخفي وراءه معاناة لسكان القرية في ظل موجة البرد القارس، إلا أنه زائر مرغوب مرحب بقدومه، فهو بشارة خير وأمارات على انتعاش الفرشة المائية وارتفاع حقينة السدود وتوسع رقعة المراعي وتوفير الكلأ للماشية بعد أن نال منها الجفاف. تأخر في التساقطات وتغير في نمطها بمناطق من العالم، وموجات برد شديد بمناطق أخرى في تجل واضح لاختلال توازن المناخ. اسكندنافيا تشهد فترة برد قاس هوت فيها الحرارة إلى ما دون 40 تحت الصفر. بإحدى مدن شمال السويد سجلت أمس ناقص 43 درجة فاصلة 6 في رقم قياسي غير مشهود. نتابع مع سعيد أجنة. مشاهد التقطت صباح اليوم بمنطقة شمال السويد. ارتدت الأشجار ثوبها الأبيض، فكان على سكان هذا البلد الاستعداد لموجة برد لم تشهدها البلاد منذ أزيد من 25 عاما. المحرار سجل قرابة 43 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى إلى انقطاع المياه عن مئات الأشخاص بسبب تجمد أنابيب المياه.
أعيش بهذا البلد منذ سنوات، ولأول مرة أحس بقساوة موجة البرد. حسب معلوماتي هذا الانخفاض في درجة الحرارة لم تشهده السويد منذ سنة 1999. أصبح اليوم أنبوب المياه مجمدا، وحتى المواصلات العمومية توقفت عن الخدمة بسبب تساقط الثلوج. هي موجة برد أثرت أيضا على فنلندا والنرويج، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى ناقص 27 درجة مئوية بالعاصمة أوسلو، ما أدى إلى إغلاق المدارس وإلغاء مجموعة من الرحلات الجوية وتجمد حركة المواصلات العمومية بعدة مناطق. نبقى بالقارة الأوروبية بخصوص الحرب القائمة هناك. محمد السادس برقية التهنئة إلى فيليكس تشيسيكيدي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ضمنها جلالته عبارات التهاني ومتمنيات التوفيق لتشيسيكيدي في مواصلة مهامه في النهوض بتنمية بلاده وتحقيق الازدهار لشعبه. جلالته أعرب أيضا عن مدى ارتياحه لعلاقات التعاون المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدا عزمه الراسخ على العمل سويا من أجل تقوية هذه الروابط المتميزة وجعلها نموذجا يحتذى به في التعاون بين بلدين إفريقيين. حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية ارتفعت بنسبة 30% خلال العقد الأخير وفق إحصائيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. أوضحت أيضا أن 42% من سائقي الدراجات بمختلف أنواعها لا يرتدون الخوذة، والعدد الأكبر منهم لا يحترمون إشارات المرور. تصرفات يغلب عليها الاستهتار ونتائجها قد تكون وخيمة جدا. من الرباط نتابع ريبورتاج مريم أملال ويوسف لطفي. قد يصادف سائق سيارة غير منتبه له على الطريق، وآخر قد يكون هو المخالف لقانون السير بعدم الاكتراث لإشارات المرور. هم سائقو الدراجات النارية، أكثر الفئات تعرضا لحوادث السير المميتة، والأسباب متعددة. مول السيارة كيجي ويدور كيرد البال في الريتروفيزور، كيرد البال غير السيارة ولا كاميو، ما كينتبهش للدراجه. كتلقى عاوتاني دوك السحاب لما طرفيتات بحال هاد اللي عندي انا حاليا، ياك كتلقاهم حتى هما تيحرقوا الضوء تيدوبلوك. كاينش الاحترام حتى الممر صحاب الدراجات ما كيحترموهمش، واللي كيبغي يزرب راه هو خصو اننا حنايا اللي عندنا جوج روايد حنا تقالين. هي وسائل نقل كما نقول بعجلتين هوائية كانت أم نارية. 1389 من مستعمليها قضوا مصرعهم على الطرقات خلال سنة 2022. لا يحترمون يعني ممرات يعني الراجلين وعلامات التشوير، علامات يعني الأضواء الثلاثية، فلهذا يعني كيتسبوا في واحد الحوادث اللي كتكون جد خطيرة. تهاون إذن في احترام قانون السير يقابله ارتفاع عدد قتلى مستعملي الدراجات النارية بمحرك واحد ب31% ما بين 2015 و2022. هذه الفئة تمثل 40% من مجموع قتلى حوادث السير المسجلة برسم سنة 2022، والحال أن جميع الفئات سجلت منحى الانخفاض. هكذا ورغم تحسن مؤشرات حوادث السير ببلادنا تبقى أرقام حوادث الدراجات النارية في ارتفاع، ويشكل مستعملوها إلى جانب الراجلين 68% من ضحايا حرب الطرق. المسائية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها: أمطار رعدية وتساقطات ثلجية ستهم اليوم غد عددا من مناطق المغرب. والآن إلى التفاصيل. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الجمعة أن تهم أمطار رعدية الشمال الغربي، منطقة سايس، الريف والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بالمناطق الوسطى الواقعة شمال الصويرة. كما ستلاحظ تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات أطلس الكبير والمتوسط، الريف والهضاب العليا، والتي يتعدى علوها 1800 متر، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية فوق الأطلس، المنطقة الشرقية، الريف، السايس، الواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة. هذا كل ما لدينا. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش ديروا جيم والاشتراك في القناة.